عمرك وقفت كده قدام نفسك وسألت ليه في واحد معاه نفس المرتب أو يمكن أقل ومع ذلك بعد سنين لقيته عامل ثروة، وفي واحد تاني كل ما يزيد دخله يزيد صرفه ويرجع آخر الشهر كأنه مكسبش حاجة؟ الفرق مش في عدد الجنيهات اللي بتدخل جيبك، الفرق في طريقة تفكيرك في كل جنيه. الغني بيتعامل مع الفلوس كأنها بذور لازم يزرعها في أرض صح علشان تجيب له شجر مثمر يدي ثمار كل سنة، لكن الفقير بيشوفها مجرد أوراق تتحرق في فواتير وأقساط ومصاريف لحظية. في الفيديو ده مش هنتكلم عن الاستثمار كشيء معقد أو مليان أرقام صعبة، لكن هنفكر مع بعض ببساطة فين الأذكياء بيستثمروا، إزاي بيقللوا المخاطر، وإزاي بيبنوا ثروة حقيقية حتى لو بدأوا من لا شيء تقريبا. لو فضلت معايا للآخر هتفهم السر اللي بيخلي الغني يحول كل جنيه لاستثمار والفقير يحولوا المصاريف. دلوقتي هنتكلم فين الأغنياء بيستثمروا فلوسهم. بص يا صديقي، الغني والفقير قدامهم نفس الورقة الخضراء اللي اسمها جنيه أو دولار، لكن الفرق مش في الورقة نفسها، الفرق في الطريقة اللي بيتعاملوا بيها معاها. الغني بيشوف الفلوس زي بذور، كل جنيه عنده هو بذرة يقدر يزرعها في مكان صح فتديله شجرة تطرح فلوس أكتر وأكتر. لكن الفقير بيشوف الفلوس زي أكل، أول ما تيجي الفلوس أول حاجة يفكر يعملها إنه يصرفها، وبكده البذور بتخلص من غير ما تطلع ولا شجرة. طيب فين الغني بيزرع البذور دي؟ خليني أديك 3 أماكن واضحة. واحد، أول مكان، نفسه الغني ممكن يشتري كتاب، يحضر دورة، يتعلم لغة جديدة أو مهارة. الفقير ساعات يستغرب ويقول هو إزاي بيدفع فلوس عشان يتعلم؟ لكن الغني عارف إن اللي يتعلمه النهاردة ممكن يرجع أضعاف أضعاف بعدين. مثال بسيط، واحد اتعلم التسويق صح، استثمر في نفسه بمبلغ صغير، بعد سنة بيكسب آلاف من مهارة اتعلمها. 2، تاني مكان، الحاجات اللي تجيب له فلوس وهو مش شغال. الغني بيدور على أي حاجة تشتغل مكانه، زي شقة إيجار تجيب له دخل ثابت، أو أسهم في شركة بتوزع أرباح كل سنة، أو بزنس صغير يجيب له دخل حتى لو هو مسافر أو نايم. الفقير في نفس الوقت ممكن يشتري موبايل جديد أو عربية غالية، حاجات حلوة بس بتاكل من الفلوس وما بتزودهاش. 3، تالت مكان، المستقبل. الغني مش مستعجل، ممكن يستثمر في البورصة أو في مشروع هياخد 5 أو 10 سنين عشان يكبر. هو صبور، عارف إن الشجرة محتاجة وقت عشان تكبر وتدي ثمار. لكن الفقير عايز كل حاجة دلوقتي، يدخل في أي فرصة شكلها مغري وفي الآخر يخسر. الخلاصة، الغني بيفكر إزاي أخلي الجنيه يجيب لي جنيه تاني، أما الفقير بيفكر إزاي أصرف الجنيه ده بسرعة واستمتع بيه. وده يا صديقي هو أول فرق جوهري بينهم. ودلوقتي إزاي بيقلل الأغنياء المخاطر؟ يمكن أكتر حاجة بتخوف الناس من الاستثمار هي كلمة الخسارة. الفقير أول ما يسمع استثمار يتخيل على طول إن فلوسه هتطير، لكن الغني بيفكر بطريقة مختلفة تماماً. الغني عارف إن الخطر مش في الاستثمار نفسه، الخطر في الطريقة اللي بتستثمر بيها. خليني أديك مثال بسيط، لو واحد معاه 10,000 جنيه ورمى بيهم كلهم في مشروع واحد من غير ما يدرس أو يفهم، ده شبه واحد حط كل البيض بتاعه في سلة واحدة، لو السلة وقعت كل حاجة راحت. لكن الغني بيفكر كده، طب ما أنا ممكن أقسم الفلوس، شوية يحطهم في أسهم، شوية في ذهب، شوية يحوشهم، شوية يفتح بيهم مشروع صغير، لو حاجة وقعت التانية تسنده. وده اللي بيسموه تنويع، يعني ما تحطش كل فلوسك في مكان واحد. كمان الغني عمر ما يدخلش استثمار من غير ما يتعلم عنه الأول، قبل ما يشتري سهم يقرأ عن الشركة، قبل ما يفتح مشروع يدرس السوق. لكن الفقير ساعات يخش بس عشان صحابه قالوله أو الناس كلها بتعمل كده وفي الآخر يخسر. الغني كمان عنده حاجة تانية، الصبر. هو مش داخل عشان يربح في يوم وليلة، هو فاهم إن أي حاجة سريعة جدا فيها خطر كبير، عشان كده بيدور على الاستثمار اللي بيكبر مع الوقت حتى لو رجع قليل في الأول. الخلاصة، الغني بيقلل المخاطر لأنه بيقسم فلوسه، بيتعلم قبل ما يتحرك، وبيعرف يستنى.
أما الفقير يدخل مرة واحدة بكل اللي عنده ومن غير ما يفهم ويستعجل النتيجة، وهنا الخطر الحقيقي. ودلوقتي للجزء الأهم، إزاي بيبني الأغنياء ثروة من لا شيء. يمكن يبان لك إن الغني بيتولد معاه فلوس، لكن الحقيقة مختلفة. في ناس كتير جدا بدأوا من الصفر، يمكن أقل من الصفر، لكنهم عرفوا يبنوا ثروة خطوة بخطوة. إزاي؟ أول حاجة، بيبدأوا صغير. الغني مش بيستنى ما يجمع ملايين عشان يستثمر. ممكن يبدأ بمبلغ صغير جدا، حتى لو 500 أو 1000 جنيه. الموضوع مش في حجم الفلوس، الموضوع في الفكرة. إزاي تخلي أي مبلغ حتى لو صغير يشتغل مكانك. تاني حاجة، بيخلوا الفلوس تشتغل بدل ما هم يشتغلوا بيها. يعني لو عنده 1000 جنيه، بدل ما يشتري بيهم لبس جديد أو يضيعهم في خروجات، يشتري حاجة يقدر يبيعها ويكسب منها، وبالربح يشتري أكتر. شوية بشوية رأس المال بيكبر. تالت حاجة، بيعرفوا يعيدوا استثمار الأرباح. الفقير لو كسب 1000 جنيه غالباً هيصرفهم، لكن الغني لو كسب 1000 جنيه يخليهم يشتغلوا تاني، وبكده رأس المال يزيد مرة ورا مرة من غير ما يحس. خليني أديك مثال بسيط جدا. واحد بدأ يبيع منتجات صغيرة على الإنترنت ب2000 جنيه. في أول شهر كسب 500 جنيه، بدل ما يصرفهم رجعهم في البضاعة. الشهر اللي بعده رأس ماله بقى 2500، اللي بعده 3000، وهكذا. بعد سنة ممكن يلاقي نفسه بقى معاه 20 أو 30 ألف من ولا حاجة تقريبا. رابع حاجة، بيفكروا طويل المدى. الغني مش بيشوف العائد في يوم أو أسبوع، هو شايف 5 سنين قدام. عارف إن الاستمرارية الصغيرة النهاردة هتعمل فرق ضخم بعدين، وده اللي بيسموه تأثير التراكم. الخلاصة، الغني ممكن يبدأ من لا شيء، لكن سر قوته إنه يعرف يستثمر حتى المبلغ الصغير ويعيد تدويره ويصبر عليه لحد ما يكبر. أما الفقير بيستنعوا فرصة كبيرة ما بتجيش، أو يضيع اللي معاه بسرعة ويبدأ من جديد كل مرة. في النهاية، السر مش في الفلوس اللي معاك دلوقتي، لكن في إزاي بتستخدمها. الفقير بيشوف أي جنيه كوسيلة يخلص بيه مصاريفه بسرعة، لكن الغني بيشوف نفس الجنيه كحبة صغيرة يزرعها النهاردة وتبقى شجرة بكرة. والموضوع مش محتاج تكون ملياردير عشان تبدأ، ممكن تبدأ بمبلغ صغير جدا. المهم إنك تبدأ وتتعلم، وتفتكر دايما كل استثمار صغير بتعمله النهاردة هو لبنة جديدة في بناء ثروتك بكرة. اسأل نفسك دلوقتي، هل هتسيب فلوسك تتحول لمصاريف وتنتهي، ولا هتديها فرصة تشتغل وتجيب لك أكتر؟ ولو حابب تعرف أكتر عن إزاي تعمل عادات زي الأغنياء، استنى الفيديو الجاي في السلسلة، واشترك في القناة واضغط لايك عشان يوصلك كل جديد.